الحظ لفريق النجف ليحقق فوزا كبيرا على منافس قوي هو القوة الجوية في مباراة مؤجلة جرت على ملعب النجف ضمن دوري النخبة بكرة القدم. المباراة شهدت منذ بدايتها ضغطا نجفيا واضحا رغم تركز اللعب في منطقة الوسط، وكان واضحا أن يحيى علوان يلعب على الفوز للخروج بفريقه من النحس الذي لازمه لعدة أدوار. قابله الجويون بهجمات لم تخلو من الخطورة، وعند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أحرز فارس حسون هدف السابق للنجف لينتهي الشوط بهدف واحد للمضيف. الشوط الاول الحمد لله استطعنا ان ننهي بشوط واحد، يعني بهدف واحد، وان شاء الله فريقنا ظهر بمستوى جيد ومستوى اداء، تشكيله جديده للفريق، يعني اكثر اللاعبين هم يعني يشاركون الفريق النجف في القسم لاول مره. تشكيله فيها طابع شوي شبابي، ان شاء الله نتمنى التوفيق الشوط الثاني ان شاء الله. وفي الشوط الثاني واصل النجف الذي عزز صفوفه بالدولي كرار جاسم والسوري بكر طراب تعميق جراح الجويين بهدف ثان عند الدقيقة 64 من المباراة بتوقيع سالار عبد الجبار، عززه بثالث في الدقيقة 82 عن طريق صباح عبد الحسن. أما هدف الجوية الوحيد فجاء من ضربة جزاء احتسبها الحكم ضد حارس النجف في الدقيقة الأخيرة من المباراة لتنتهي بثلاثة أهداف هدف لصالح النجف، نتيجة أفرحت جمهور النجف المتعطش لتذوق طعم الفوز وأزعجت الجويين الذين لم يصرح مدربهم إلا بعد إلحاح شديد. الفوز كان مستحق لفريق النجف، فريقنا قدم أداء جيد، كان الأفضل في المباراة. طبعا نهدي هذا الجمهور طيب، نهدي له هذا الفوز، وإن شاء الله نعيدهم مرحلة ثانية أفضل والأحسن إن شاء الله. نعم، يعني ما أدينا بالمستوى المطلوب وكنا نستحق الخسارة، يعني خاصة بالشوط الثاني أداء غير جيد، يعني تدري من أداء غير جيد تكون النتيجة يعني استغلوا الفريق النجف بصورة صحيحة، ومبروك لهم إن شاء الله. نشوف المباراة القادمة أنه تكون بصورة أفضل. راجي نصر، النجف والأشرف. التقرير